إذا رأيت هذا الوحش قادما نحوك فاعلم أن العد التنازلي لحياتك قد بدأ. لا أحد يسمع صراخك تحت البحر، لا أحد سينقذك إلا معرفتك. 90% من الناس يفعلون الشيء الخاطئ حين يهاجمهم قرش وينتهون ممزقين خلال لحظات. لكن هناك حيلة واحدة بسيطة لكنها قاتلة بالنسبة له. في هذا الفيديو سأكشف لك السلاح الذي يخافه القرش أكثر من أي شيء آخر، لأن ما ستعرفه هنا قد يكون سبب نجاتك يوما ما. لكن لحظة، إذا أعجبك هذا الأرنب الصغير ضع لايك واشترك في القناة فورا. انظر إلى هذا الكلب المسكين، تم حرقه حيا ورميه في الشارع. لحسن الحظ وجده هذا الرجل. إن كنت طيب القلب ضع قلبا وأحزنني في التعليقات. اللهم اشف هذا الكلب المسكين. وسيدعو مليون ملاك لك ولعائلتك. اللكم والركل في العينين والخياشيم قد يكون وسيلة فعالة للدفاع عن نفسك أثناء هجوم سمكة قرش، فهذا قد يجعلها تتراجع وتتوقف عن الهجوم. وإليك خدعة أخرى، حاول أن تحافظ على نظراتك مركزة في عينيها قدر المستطاع، فذلك قد يجعلها تشعر بالارتباك وتفقد اهتمامها بك. وإذا شعرت أن القرش بدأ يتراجع فلا تفرح بسرعة، بل تراجع ببطء وبهدوء نحو مكان آمن، مع الحفاظ على حركتك سلسة دون رش الماء، لأن أي حركة مفاجئة قد تعيده للهجوم.